أنا مع فكرة التبني بالمطلق. التبني شو هو يعني؟ إنه في طفل ما له أب وأم، يجي حدا يصير أبوه أو أمه. يعني أنا ساكن أصلاً بحي شبه شعبي، ما عندي مشكلة أروح أجيب خضرة وإجي وكذا. أنت بس تقفي بالسيارة بيكون بيقول لك يا فسفوس. حوالي 11 سنة حرب بسوريا، كتير ناس فقدت ناس بتحبهم، قرايبهم. سؤالي إلك هو أنت مع فكرة التبني ولا لا؟ أنا مع فكرة شو هالسؤال اللطيف؟ أنا مع فكرة التبني بالمطلق. يا ريت. طبعا انا مع التبني بشكل كبير، وقت الحرب وقبل الحرب. نطلع على القصه من وجهه نظر اخلاقيه فقط. التبني شو هو يعني؟ انه في طفل ما له اب وام، يجي حدا يصير ابوه او امه، ويعيش بسلام وبكرامه وبحقوقه كامله. فقديش اخلاقيا الفكره حلوه، فاكيد انا معها. اليوم بالشارع بينادوا لك مازن ولا أبو الحروف؟ والله غالبا ابو الحروف، بس اسم مازن الحمد لله يعني معروف كذا. شوفي انا ما بزعل من هي القصه، سوري اني عم بقول كثير. انا ما بالقصد، ما قصد التكبر، قصد المعرفه. يعني على ما يبدو انه انا يعني بتلقوني الناس بشكل شعبي كتير. يعني يمكن أنا طبيعتي أو طبيعة شغلي أو حتى خلفيتي الاجتماعية بتميل للشعبية. يعني أنا ساكن أصلاً بحي شبه شعبي، ما عندي مشكلة أروح أجيب خضرة وإجي وكذا. رغم أنه أنا بتضايق، ما بدي أتضايق أحياناً، لأنه في أنا بس أنا بلمس بالناس إنه اللي بيحبوه لازم يحاكوه. سبق وصرحت بأنه الممثل دائما بحب يقتل شخصية علقت بذاكرة الجمهور. شخصية إبراهيم قدرت تقتل شخصية أبو الحروف؟ على ما اعتقد رح يقولوا انه ابو الحروف عمل ابراهيم يمكن. أكلت مسبات بالشارع من وراء شخصية إبراهيم؟ ايه والله، انت بس تقفي بالسياره بيكون بيقول لك يا فسفوس. أنت اليوم بتشوف حالك إنك مظلوم عن جد؟ الناس العاديه بتقول عني شيء مظلوم اعلاميا، شيء كذا كذا، بس اني بنفس الوقت، وانا في احيانا بس يكون في وقت او في مجال فهمه حتى نفسه اللي بقول له انا كوني واصل لك وانت بتحبني وهذا، وبالسوشيال ميديا بتحبني وبالشارع بتحبني وكذا، فبالتالي انا ماني مظلوم. شو هو تعريف الظلم للفنان؟ انه هو ما عم بيطلع كل شوي على محطه اعلاميه وما عم بيتطبل له ويزمر له. انا سعيد اني ما بيتطبل لي ويتزمر لي اذا بوصل حقيقه للناس. بتقول على كاميرا الأرضية إنه أنا ماني مظلوم أبداً؟ شوفي يعني ما فيني اقول هيك دج، لانه الممثل او الفنان دائما بحس بظلم، دائما. لانه المهنه هي قلقه، الخيارات فيها قلق، كمان غريبة ومو محكومة بسيستم معين. بتدخل فيها مجموعة من العلاقات ومن الكذا. أحيانا الممثل يخطئ، مو أول مرة بقولها. أنا كممثل ليش ما بشعر بالظلم؟ لأنه في خيارات بالحياة بتكون أنت يا بتختار الطريق الصعب أو بتختار الطريق السهل. على ما يبدو أنا اخترت الطريق الصعب، ألا وهو أنه أنا أدرس مسرح وأعمل مسرح وأثبت للمخرج وللوسط الفني وللعاملين بهي المهنة أنه أنا ممثل جيد. على أساس أنه أنا ممثل جيد وأنه أنا تطلبني العالم أو صير ضرورة، هيك بصير، أنا هيك طموحي. إذا بدنا نحكي عن الأعمال الكوميدية السورية، أغلب الأعمال يلي عم تنعرض هي ما متلاقي لا متابعة ولا حتى إعجاب من الجمهور، هذا إذا تم صناعة هيك أعمال كوميدية. برأيك شو السبب؟ إيه والله سؤال حلو يا سارة. يعني الغريب إنه في كوميديين بسوريا وما في مسلسلات كوميدية. قصدك نحن مشكلتنا ما بنغامر إنه والله زبط موقع الضوء بنقوم نعمل 7000 وحدات، زبط هذا المزاج بنقوم نعمل هذا المزاج. لابد من مغامرة، بحث عن مشاريع جديدة. يعني نحن عنا أنا وشادي كيوان مثلا عنا مسلسل كوميدي ما حدا قرأ إلا ما قال شو هاد، بس ما حدا أنتجه. إنه قديش حلو، بس والله غريب. غريب، مهمة الفن والبحث مثلا. فنان مازن عباس، شكرا كثير لك ونورتنا على الأرضية. يا حبيبة قلبي، والله هيك جاوبتك بكل أريحية وهيك، وأنت إن شاء الله تتوفقي دائما. يعني بدءا من اسمك، أنا قلت لهم إنه أنا معجب باسمك، صح؟ سارة ريحان، هيك اسم إن شاء الله بنشوفه هيك بالعلالي. اصلا هو اسم فني يعني كثير، وان شاء الله هيك نكون وقعنا عند العالم حلو.